السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد، صباح الفل، صباح الهنا والسعادة علينا وعليكم وعلى أمة محمد بإذن الله. تعالوا معايا مكان بحبه جدا جدا. يلا نشوف هنروح فين وهنجيب ايه. دلوقتي أنا في سوق الحد، مكان بحبه جدا جدا، فيه كل الحاجات اللي ممكن تحتاجيها من الغالي للرخيص. زي ما انتوا شايفين، تحف وانتيكات وشمعدانات واطباق تقديم، اطباق فاكهه، بونبونيرا، قدامكم اباجورات في اشكال قيمه جدا واشكال عاديه، في الغالي وفي الرخيص، وكله موجود زي ما بيقولوا. دي صواني تقديم، كله الفضه ده يبقى مطلي بالفضه. في حاجات ماركات، حاجات محترمه. يعني انا سألت البياع، قال لي لو في حصل لها اي حاجة بتاعتي دي خلاص، دي كلمة موثقة منه، وده مكانه ثابت. انا عايزة اقول لكم مكانه كده تحت البيت عندي بالظبط. ودي انتيكات كده بسيطة بتتحط على ترابيزات البوفيه، على الانتري، ترابيزات الانتريه، على الركن، البوفات او الترابيزات الصغننة بتاعت الركن. بتبقى حلوة جدا جدا وشكلها حلو وخامتها حلوة كمان. شمعدانات فضة وذهب وأشكال جميلة وأشكال جديدة. ونيجي للورد بقى وجماله. كل الأنواع، كل الأشكال. طبعا الورد صناعي والفازات الجميلة من الصغير للكبير. وعايزة أقول لكم لما نزلت كمان الحد اللي بعديه لقيت أشكال تانية، بس طبعا يعني أنا خفت الراجل يضربني لما راح أقول له أصور تاني. اشكال حلوة قوي. معاكي من 50 جنيه فرع الورد الصغير، والكبير فوق 70 80، وانتي طالعة بقى. في فرع ممكن يوصل ل 300 جنيه، ودي الفروع الصغيرة. هنا بقى جينا المعرض بتاع السجاد فوق الرائع. المشايات الصغيرة دي جميلة جميلة جدا جدا جدا. معاكي المقاسات من 60 ل80 ل120، بتناسب جميع الأماكن في الشقة. أشكال روعة، خامات جميلة جدا جدا. المعرض ده موجود أصلا، المحل بتاعه في شارع الحبيبي. الحبيب اسم تاني. في شبرا الخيمة، اللي ساكن في شبرا الخيمة هيعرف منطقة اسم تاني، وهيعرف الشارع اللي بقول عليه. أشكال الأطفال حلوة جدا جدا، روعة، خامات ممتازة. شايفين بقى كل ده سجاد، ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. آه، أشكال تحفة، كل المقاسات، كل الماركات، الغالي والرخيص. أشكال جميلة جدا 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 وجديدة. يا رب تعجبكم. وهنا رحنا لمعرض أدوات منزلية. المكان ده كويس جدا وأسعاره مناسبة قوي. اسمه التقوى. في منطقة برضو في سوق الحد اسمها أرض الحافي. معلش هنبقى نلبسه، بس هو اسمه كده، منطقة اسمها كده أرض الحافي. المحل حلو جدا جدا وقيم وحاجته حلوة قوي. ده أطباق سمك، أطقم السمك يعني شكلها حلو قوي، ودي أطقم التقديم، المعالق وأطقم التوزيع. حلوة جدا. واللي كان تحت ده دي صواني، اللي كان عليها ساعة شكلها حلو قوي. هنا التوابل، أطقم التوابل بأشكالها. صواني التقديم معاكي هنا ميلامين فوق الاستانلس. عايزه اقول لكم الصينيه الواحده بتوصل ل 500 جنيه، وفي 300 و400 يعني. يعني فيها هي واحده 395، وهي صينيه واحده، طقم واحد، طقم صينيه. الفض دي كانت اجدد شكل انا شفته. اطقم شربات تحفه، قصدي كاسات، تحفه جدا، خامتها حلوه قوي. برضو 200 300 500 معاكي وانتي طالعه يعني. معاكي كل الاسعار مناسبه لكل الفئات. بولات صغيره. آه، في ناس بتاخد حاجات فرداني كده بتبقى حلوه قوي. هنا بقى في المكان ده من حقك، او في سوق الحد عموما، تقدري تاخدي طقم كامل من نفس الطبق مثلا.
الاشكال حلوة جدا، الخامات كويسة جدا. انا جبت من المكان دوت حاجات خفيفة كده بسيطة، هتشوفوها في المشتريات وهتعجبكم قوي. طقم الاحمر ده لفت نظري جدا، وطبعا من الشكل الخارجي انا كنت فاكراه غالي او حاجة بقى مستوى. فعلا لقيته خامته تيفال، تيفال حلو، يستحمل، وسعره مش غالي يعني 900 جنيه او 1000 جنيه. تحفة يعني بصراحة. معايا السيراميك، الصاج، الجرانيت، كل حاجة. دي بونبونيرات شكلها حلو برضو. دي اطقم الشاي، شكلها حلو قوي قوي. برضو خامات وموديلات وكله موجود يعني. ده الطقمين دول كانوا بصراحة شكلهم من قريب جميل جدا جدا يعني. دي اطقم شاي، ودي اطباق سفرة حلوة قوي. شيالات الكحك جميلة برضو، وفي الجديد وفي الشكل المعتاد. هنا دول ميلامين، وده اركو بايركس، ده ميلامين. اطقم جميلة، وفي الجديد وفي القديم زي ما قلت لكم. دي فناجيل شاي، وطقم الشاي ده بقى لذيذ قوي، انا اول مرة اشوفه. حاجات جميلة ولطيفة. ويلا نشوف احنا اشترينا ايه. الطبق ده متين، خامته حلوة جدا. عجبني لان انا اصلا كنت جايبة منه الكبير، وسبحان الله الاتنين طلعوا بنك يعني. ده الكبير بتاعه، الكبير ده يشيل حوالي 3-4 كيلو دقيق، وده 2 كيلو. وده منظم، مشي منظم، مشي مصفى. خامته حلوة جدا ومتينة وشكله حلو. وده طبق خفيف كده ولطيف، شكله برضو عجبني. وده طبق تفاحة للفاكهة، شكله عجبني برضو. وصينية تقديم صغيرة لكوبايتين او حاجة، بتبقى حلوة جدا. سباتيولا، وكان في فرشة بس مش لاقياها. ماسك الحلل سيليكون حلو جدا برضو. كلها اسعار مناسبة، مشيها لعبة اطفال برضو هتمشي معاكي. فوط مطبخ برضو حلوة جدا، وخامتها حلوة قوي ومناسبة جدا. 5 فوط. نيجي بقى للأطباق اللذيذة اللي أنا جبتها من هناك. تقدري تاخدي مش 6، تقدري، هو ماليزي الطقم ده، تقدري تاخدي 12، تقدري تاخدي أي عدد انت عاوزاه من نفس الأطباق أو من نفس المقاس. أنا جبت 6. خامتهم حلوة جدا. وطبعا أنا بحتاج الغويط ده لأن الغويط اللي عندي كله تقريبا اتكسر كمان من السوق، بس أنا رحت غسلت إيدي وجيت. العيش السوري ده تحفة، وصابح جدا جدا جدا، والسو طري خالص وجميل بصراحة. طعمه حلو قوي. وبشيله كده بقى زي ما هو، بطبقه كده كريب واشيله في الفريزر. جميل جدا. دي بسبوسة ايزي فود، بجيب منها على طول. وجبت لولادي بقى علبة بسكوت كده للدلع، وعرض شيبسي. ودي شيالة البطاطس حلوة جدا. وما نسيتش طبعا استاذ برعي حبيب القلب، لازم افتكره معايا. دي تونة طبعا مفتتة، سعر رخيص اكيد يعني، الاتنين ب15. وجبنة نستو برضو رخيصة. لازم اجيب له كده التموين بتاعه هو كمان. والبطاطس دي كانت حلوة جدا، جبتها ب7 جنيه. خلص يوم المشتريات، وجيت بالليل وعملت لهم الكيكة الجميلة التحفة دي. هنزلها لكم بعد كده في فيديو تاني، وتقولوا لي ايه رأيكم. بس بصراحة بالنسبة لولادي هي تحفة تحفة تحفة. هي كيكة عادية بالشوكولاتة، وحطيت عليها شوكولاتة سايحة والفارماسيل. شكل جديد وجميل وطعم خرافة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وتقديمنا للفيديو عجبكم. ويا ريت لو موجودة معايا لحد دلوقتي تشرفينا باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نورتوني وشرفتوني،
وكترتوني، ولو موجودة معايا لحد دلوقتي تنوريني بالصلاة والسلام، الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ربنا يسعدكم. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.